هي مش صعبه زي ما انت فاكر قوي كده على فكره. اصعب تو سيكشنز في السي ام اي، هل هم فعلا صعبين؟ كتير من طلبه السي ام اي بيقفوا ويعطلوا ويحبطوا من سيكشن التكنولوجي اند اناليتكس وسيكشن الانترنال كنترول. هم فعلا تقال شويه في البدايه وده طبيعي، بس احنا في دومز اكاديمي عندنا طريقه مختلفه. تعال اقول لك بقى ازاي بنتعامل معاهم. بنقسمهم لاجزاء صغيره، فبدل ما ناخدهم كلهم مره واحده بنخليهم اجزاء بسيطه تقدر ان انت تستوعبها بسهوله. بنربطهم بامثله عمليه، فبنستخدم امثله من الواقع العملي علشان المعلومه تثبت في دماغك وما تكونش بس مجرد كلام نظري وخلاص. بنحل اسئله كتير جدا على التو سيكشنز دول علشان تطبيقك الجيد بحل الاسئله على التو سيكشنز دول بيكسر حاجز الخوف عندك ويخليك متمكن منه. في الاخر هتلاقي نفسك فهمت التو سيكشنز دول قوي، وهيكونوا ان شاء الله رب العالمين من اقوى نقاط قوتك في الامتحان ان شاء الله. السي ام اي محتاجه خطه مظبوطه، واحنا هنا علشان نعمل لك ده.